السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كنرحب بكم جميعا وكنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في أحسن الأحوال يا رب. في هاد لا فيديو إن شاء الله كنقترح لكم فستان تحت طلبكم، اختاريتوه من بين 5 فساتين اللي كنت حطيت لكم في واحد لا فيديو. فستان صيفي بامتياز، أنيق جدا ومميز بالطبقات. الطبقات كنشتغلوا تحت منهم كما كتلاحظوا، الا الطبقه الاخيره كنشتغلوا تحت منها فقط 3 اسطر. يمكن تشتغلوا اكثر من 3 طبقات على حسب المقاس اللي كتشتغلوا عليه. انا هذا الفستان عملته لسن 5 سنوات، جاوني فيه 3 طبقات. بالنسبه للخيط لازم تشتغلوا بخيط يكون رقيق وبكروشي من 0.75 ملم الى 1.5 ماكسيموم. انا اشتغلت بهذا النوع الخيط في 100% قطن، هذا هو السمك ديالو، واشتغلت بكروشي رقم 1.5 ملم. غادي نبداو العمل من الصدر. الصدر كينقسم الى جزئين، الجزء الاول كنشتغلوا بغرزه والجزء الثاني بغرزه اخرى. غادي نشرح لكم الجزء الاول على موديل مصغر لانه سهل جدا، من بعد ندوزو للجزء الثاني. على بركة الله كنعمل عقدة البداية وكنشتغل سلسلة يكون القياس ديالها هو قياس دوران الرأس، وعدد سلاسلها يكون عدد فردي. من بعد ما كنشتغلوا سلسلة بقياس دوران الرأس وعدد سلاسلها فردي، كنغلقوها بمنزلقة في أول سلسلة. من بعد ما كتغلقوها بمنزلقة قيسوها على الرأس، لازم يدخل الرأس بكل سهولة. في السطر الاول كنرتفع ب3 سلاسل بمثابه اول عمود في السلسله الاولى، كنضيف سلسله واحده للفراغ ما بعد الارتفاع، كنفوت السلسله الثانيه مباشره في السلسله الثالثه غرزه عمود، سلسله، كنفوت سلسله وفي الثانيه غرزه عمود، ونستمر بهذه الخطوات. كنعمل سلسله، كنفوت سلسله وفي الثانيه غرزه عمود. نكمل السطر بهذه الخطوات ونعود نرجع معكم. في نهاية السطر من بعد آخر عمود كنعمل سلسلة، كنفوت آخر سلسلة وكنغلق منزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. في السطر الثاني كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة أول عمود، كناخد لفة مباشرة في أول فراغ كنشتغل فيه غرزة عمود. من بعد على العمود كنشتغل غرزة عمود. في الفراغ الثاني غادي نعملو فيه التزايد وكنشتغل فيه 2 غرز عمود. على العمود دائما كنشتغل غرزة عمود. في الفراغ البوالي كنشتغل غرزة عمود واحدة. على العمود غرزة عمود. وفي الفراغ الثاني كنعمل فيه التزايد وكنشتغل فيه 2 غرز عمود، ونستمر بهذا الترتيب وبهذا التسلسل. فراغ كنشتغل فيه غرزة عمود واحدة، فراغ الثاني كنعمل فيه التزايد وكنشتغل فيه 2 غرز عمود. على العمود دائما كنشتغل غرزة عمود، فراغ كنعملو غرزة عمود واحدة، فراغ 2 غرز عمود، فراغ غرزة عمود، فراغ 2 غرز عمود، وهكذا حتى كنهيو السطر. في نهاية السطر كنغلق السطر بمنزلقة في السلسلة الثالثة بسلسلة الارتفاع. الجزء الأول في السطر كنشتغلوا سطر فراغات، سطر عواميد. من بعد ما كنشتغل السطران الأولان كنقيسوهم باش نعرفوا عدد الأسطر اللي غادي نشتغلوا في الصدر. مسبقا كنكون عارفة قياس طول الصدر، لأن الجزء الثاني في الصدر فيه 10 أسطر، لذلك خصنا نعرفوا عدد الأسطر الأولى اللي غنشتغلوا في الجزء الأول، وكيبقى عدد الأسطر الجزء الأول على حساب المقاس اللي كتشتغلوا عليه. المهم أنكم تراعوا أن آخر 10 أسطر في الصدر كنشتغلوه بالغرزة الثانية. مع بداية السطر الثالث في الجزء الأول دائما كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة أول عمود، كنضيف سلسلة واحدة للفراغ، كنفوت عمود، وفي العمود الثاني غرزة عمود. هاد السطر غيكون عبارة عن فراغات، كنعمل سلسلة، كنفوت عمود، وفي الثاني غرزة عمود، سلسلة، كنفوت عمود، وفي الثاني غرزة عمود، ونستمر إلى نهاية السطر. في نهاية السطر من بعد ما كنشتغلوا آخر عمود، إلا تبقى عندنا عمود في نهاية السطر
كنعملوا سلسله. ما بقاش عندنا عمود كنغلق السطر مباشره بغرزه منزلقه في السلسله الثالثه من سلسله الارتفاع. الجزء الاول في الصدر كما سبق وشرط سطر فراغات سطر عواميد سطر فراغات سطر عواميد. في السطر الرابع غيكون سطر عواميد، كنرتفع بثلاث سلاسل بمثابه اول عمود. في الفراغ الاول غرزه عمود واحده، على العمود غرزه عمود، في الفراغ الثاني غرزه عمود واحده، على العمود دائما غرزة عمود، وفي الفراغ الثالث غادي نعملو فيه التزايد وغادي نشتغل فيه 2 غرز عمود. من بعد على العمود غرزة عمود، وكنستمر بهذا الترتيب وبهذا التسلسل. كنشتغل فراغين بدون تزايد، وفي الفراغ الثالث كنعمل تزايد. من بعد ما اشتغلت فراغين بدون تزايد، في الفراغ الثالث غادي نعمل فيه التزايد وغنشتغل فيه 2 غرز عمود. وكملوا السطر ديالكم بهذا الترتيب وبهذا التسلسل. من بعد ما تنهيو هذا السطر، الا كان خاصكم تضيفوا اسطر اخرى بهذا الغرزه على حساب المقاس اللي كتشتغلوا عليه، في السطر الخامس غيكون سطر فراغات. من بعد السطر الخامس السطر السادس غادي تشتغلوا سطر عواميد، وفي السطر العواميد دائما كنعملوا فيه التزايد، وفي السطر السادس في العواميد غادي تعملوا التزايد في الفراغ الرابع. يعني كتشتغلوا في 3 فراغات بدون تزايد، وفي الفراغ الرابع تزايد، 3 فراغات بدون تزايد وفي الرابع تزايد حتى كتنهيو السطر. وإلا كان خاصكم باقي تضيفوا اسطر بهذه الغرزه، من بعد السطر السادس كتشتغلوا السطر السابع عباره عن فراغات. من بعد كتشتغلوا سطر اخر سطر عواميد وكتعملوا التزايد في الفراغ الخامس. يعني كتشتغلوا 4 اسطر بدون تزايد، وفي الخامس كتعملوا التزايد. استمروا بهذا الترتيب وبهذا التسلسل حتى كتشتغلوا في المجموع عدد الاسطر اللي لازم تشتغلوها في الجزء الاول، واخر 10 اسطر غادي نشتغلوها بالغرزه الثانيه. كما سبق وشرط كنشتغل على مقاس 5 سنوات 4 اسطر كفاوني في الجزء الاول. يعني الصدر غادي نشتغل فيه في المجموع 14 سطر. دابا غادي نبداو الجزء الثاني في الصدر. كنرتفع بثلاث سلاسل مثابه اول عمود، على العمود الموالي كنشتغل غرزه عمود ثانيه، غرزة عمود ثالثة على العمود الموالي، غرزة عمود رابعة على العمود الموالي، ونستمر على كل عمود كنشتغل غرزة عمود حتى كنعمل في المجموع 13 غرزة عمود بالارتفاع. من بعد ما كنشتغل 13 غرزة عمود في بداية السطر، كنعمل 5 سلاسل، كناخد لفة، كنفوت 5 غرز عمود، وعلى العمود السادس كنشتغل في عبارة عن غرزة عمود، 3 سلاسل، غرزة عمود. من بعد في كنعمل 5 سلاسل، كناخد لفة، كنفوت 5 غرز عمود، وعلى العمود السادس كنشتغل غرزة عمود. على هذا الشكل هذا الجزء اللي اشتغلت في بداية السطر اللي كيتكون من 13 غرزة عمود وفي هو اللي غادي يبقى يتعاود ويتكرر على طول السطر. غادي نشتغل على كل عمود غرزة عمود حتى نشتغل في المجموع 13 غرزة عمود. اشتغلت 13 غرزة عمود، من بعد 13 غرزة عمود كنعمل 5 سلاسل، كنكرر نفس خطوات الجزء الاول في السطر. من بعد كنفوت 5 غرز عمود، وعلى العمود السادس كنشتغل في عبارة عن غرزة عمود، 3 سلاسل، غرزة عمود.
من بعد في كنعمل 5 سلاسل، كنفوت 5 غرز عمود، وعلى العمود السادس كنشتغل غرزات عمود. واستمروا السطر بهاد الخطوات. هاد الجزء هذا هو اللي كيبقى يتعاود ويتكرر. 13 عمود في، 13 عمود في، بيناتهم 5 سلاسل الى نهاية السطر. ملاحظة مهمة جدا نسيت ما قلتهاش لكم في بداية السطر، الغرزة تكرار للعدد 24، لذلك كتحسبوا عدد الغرز اللي عندكم في السطر. إلا كانوا من مضاعفة العدد 24 مزيان، إلا كان ناقصكم غرز كتعوضوهم. مثلا أنايا هنايا قبل في ومن بعد في عوض 5 غرز عمود فت فقط 4 غرز عمود. نفس الشيء كذلك عملته هنايا. المهم كتعوضوا عدد الغرز اللي ناقصكم. من بعد ما كنشتغلوا اخر جزء في السطر اللي هو عباره عن 13 غرزه عمود في، اخر ما كنشتغل في السطر هو في، كنعمل 5 سلاسل، كنفوت اخر غرز اللي تبقاو عندي في السطر. انا هنا تبقى عندي 4 غرز كنفوتهم، وكنغلق منزلقه في السلسله الثالثه من سلسله الارتفاع على هذا الشكل. لازم انكم تضبطوا هذا السطر الاول في الغرزه لانه هو الاساس. مع بدايه السطر الثاني في الغرزه كنعمل منزلقه ثانيه على ثاني عمود، كنرتفع فوقه ب3 سلاسل بمثابه عمود عليه. على العمود الثالث غرزه عمود ثانيه، غرزة عمود ثالثة على العمود الرابع، ونشتغل على كل عمود غرزة عمود حتى كنوصل العمود ما قبل الأخير. في السطر السابق كانوا عندنا 13 غرزة عمود في كل مجموعة، في هذا السطر غيصبح لنا 11 غرزة عمود في كل مجموعة، لأن أول عمود واخر عمود في مجموعه العواميد ما كنشتغلوش عليهم، كنتجاهل اخر عمود ما نشتغلش عليه. كما لاحظتوا في بدايه السطر اول عمود اللي هو الارتفاع ما اشتغلش عليه، واخر عمود كانوا عندنا 13 غرزه عمود في السطر السابق. في هذا السطر 11 غرزه عمود. من بعد كنعمل 5 سلاسل، كناخد لفه مباشره في الفراغ وسط في، كنشتغل فيه 11 غرزه عمود. العمود الثاني، العمود الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، العمود 11 الأخير على هذا الشكل. من بعد ما كنشتغل وسط في 11 غرزة عمود كنعمل 5 سلاسل، كناخد لفة على مجموعة العواميد. دائما أول عمود وآخر عمود كنتجاهلهم ما كنشتغلوش عليهم، مباشرة على ثاني عمود غرزة عمود، على العمود الموالي غرزة عمود، ونستمر حتى نشتغل على 11 غرزة عمود للوسط، كنتجاهلوا أول عمود وآخر عمود. من بعد كنعمل 5 سلاسل، كناخد لفة مباشرة في الفراغ وسط في الثاني كنشتغل فيه بدورو 11 غرزة عمود. من بعد 11 غرزة عمود وسط في كنعمل 5 سلاسل، ودائما على مجموعة العواميد كنتجاهل أول عمود وآخر عمود ما كنشتغلوش عليهم.
في هذا السطر في كل مجموعة كيتبقى عندي 11 غرزة عمود. كملوا السطر ديالكم بهذه الخطوات. في الفراغ وسط في كتشتغلوا 11 غرزة عمود، وعلى مجموعة العواميد كتشاهلوا اول عمود واخر عمود. في نهاية السطر من بعد ما اشتغلت في اخر في 11 غرزة عمود عملت 5 سلاسل وكنغلق السطر بمنزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. مع بداية السطر الموالي دائما على مجموعة العواميد كنتشاهلوا اول عمود واخر عمود ما كنشتغلوش عليه، لذلك كنعمل منزلقة ثانية على ثاني عمود، كنرتفع فوقه بثلاث سلاسل بمثابة عمود عليه، وكنشتغل على كل عمود غرزة عمود حتى كنوصل العمود ما قبل الاخير. دائما على مجموعة العواميد اول عمود واخر عمود كنتشاهلوهم ما كنشتغلوش عليهم. في كل سطر على مجموعة العواميد كينقص عندنا 2 غرز عمود. في السطر السابق كانوا 11 غرزة عمود، في هذا السطر غيصبحوا عندنا 9 غرز عمود. كنتشاهل اخر عمود ما كنشتغلش عليه هو اول عمود دائما. من بعد كنعمل 5 سلاسل مباشرة على اول عمود من 11 غرزة عمود للمروحة الاولى، كنشتغل عليه غرزة عمود، 2 سلاسل، كنفوت العمود الثاني مباشرة على العمود الثالث غرزة عمود، 2 سلاسل، كنفوت عمود وعلى العمود الخامس غرزة عمود، 2 سلاسل، كنفوت العمود السادس وعلى العمود السابع غرزة عمود، 2 سلاسل، كنفوت العمود الثامن وعلى العمود التاسع غرزة عمود، 2 سلاسل، كنفوت العمود العاشر وعلى العمود الحادي عشر الأخير غرزة عمود. على هذا الشكل كتكون عندي 6 غرز عمود، بداية 6 ورقات على المروحة الأولى. من بعد ما اشتغلت على المروحة الأولى كنعمل 5 سلاسل، كناخد لفة، كنمر المجموعة العواميد الثانية، كنتجاهل اول عمود واخر عمود ما كنشتغلش عليهم في المجموعات دائما، مباشرة على ثاني عمود كنشتغل غرزة عمود، ونستمر على كل عمود نشتغل غرزة عمود حتى العمود ما قبل الاخير. اشتغلت 9 غرز عمود المجموعة الثانية، نفس الخطوات كي اشتغلت على المروحة الاولى غنشتغل على باقي مروحات السطر. من بعد المجموعة كنعمل 5 سلاسل، كناخد لفة مباشرة على اول عمود المروحة الثانية غرزة عمود، 2 سلاسل، كنفوت العمود الثاني على الثالث غرزة عمود، 2 سلاسل، كنفوت عمود وعلى الخامس غرزة عمود، 2 سلاسل، كنفوت عمود وعلى العمود الموالي غرزة عمود، 2 سلاسل، كنفوت عمود وعلى العمود التاسع غرزة عمود، 2 سلاسل، كنفوت العمود العاشر وعلى العمود الحادي عشر الأخير غرزة عمود. من بعد ما اشتغلت على المروحة كنعمل 5 سلاسل مباشرة على ثاني عمود المجموعة الثالثة غرزة عمود. دائما على المجموعة أول عمود وآخر عمود كنتشاهلهم ما كنشتغلش عليهم، وغادي تكملوا السطر ديالكم بهذه الخطوات. في نهاية السطر من بعد ما اشتغلت على المروحة الأخيرة عملت 5 سلاسل وكنغلق السطر بمنزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. الغرزة سهلة جدا، فقط خصكم تضبطوا الحساب في السطر الأول فيها، أما بقية الأسطر فهي سطور سهلة جدا. ودائما على مجموعة العواميد اول عمود واخر عمود كنتشاهلهم ما كنشتغلش عليهم، لذلك كنعمل منزلقة ثانية على العمود الثاني، كنرتفع فوقه بثلاث سلاسل بمثابة عمود عليه، وكنشتغل على كل عمود غرزة عمود حتى كنوصل للعمود ما قبل الاخير. العمود الاول والاخير كنتشاهلهم ما كنشتغلش عليهم، وكنشتغل على باقي العواميد. في السطر السابق كانوا عندي 9 غرز عمود، في هذا السطر كيصبحوا 7 غرز عمود. من بعد كنعمل 4 سلاسل. في هذا السطر كنبداو نقصوا في السلاسل،
عملت 4 سلاسل. كناخد لفة مباشرة على أول عمود الورقة الأولى للمروحة الأولى كنشتغل عليه 2 غرز عمود. من بعد كنعمل 2 سلاسل على العمود الثاني للورقة الثانية كنشتغل عليه 2 غرز عمود. 2 سلاسل على العمود الثالث للورقة الثالثة كنشتغل عليه بدوره 2 غرز عمود. 2 سلاسل على العمود الرابع كذلك كنشتغل عليه 2 غرز عمود. 2 سلاسل على العمود الخامس للورقة الخامسة كنشتغل 2 غرز عمود. 2 سلاسل وعلى العمود السادس للورقة السادسة الأخيرة في المروحة الأولى كنشتغل 2 غرز عمود على هذا الشكل. على جميع مروحات السطر غادي نشتغلوا بنفس خطوات المروحة الأولى. من بعد ما اشتغلت على المروحة الأولى كنعمل 4 سلاسل، كذلك نقص سلسلة، كناخد لفة دائما على مجموعة العواميد، أول عمود وآخر عمود كنتجاهلوهم وكنشتغلوش عليهم مباشرة على ثاني عمود غرزة عمود. غادي تكملوا السطر ديالكم بنفس هاد الخطوات دائما على مجموعة العواميد، أول عمود وآخر عمود كتجاهلوهم ما كتشتغلوش عليهم. أما على المروحات كتشتغلوا بنفس خطوات المروحة الأولى، وفي الفراغ كتنقصوا سلسلة وكيصبح عندنا 4 سلاسل عوض 5 سلاسل. في نهاية السطر من بعد ما كنشتغل على آخر مروحة في السطر كنعمل 4 سلاسل وكنغلق السطر منزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. مع بداية السطر الموالي كنعمل منزلقة ثانية على ثاني عمود، لأن كنتجاهلوا أول عمود اللي هو الارتفاع في المجموعة الأولى ما كنشتغلوش عليه. كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة عمود على العمود الثاني، وكنشتغل على كل عمود غرزة عمود حتى العمود ما قبل الأخير، وكنتجاهل آخر عمود. في السطر السابق كان عندنا 7 غرز عمود، فهاد السطر كيصبح 5 غرز عمود. في كل سطر كينقص عندنا 2 غرز عمود في المجموعات. من بعد كنعمل 3 سلاسل في هذا السطر، كذلك نقصت سلسلة واحدة. كناخد لفة مباشرة في أول عمود الورقة الأولى للمروحة الأولى كنشتغل غرزة عمود، وعلى نفس العمود الأول كنضيف ثاني عمود. على العمود الثاني كنشتغل عمود واحد. من بعد ما اشتغلت الورقة الأولى كنعمل 2 سلاسل مباشرة على أول عمود الورقة الثانية كنشتغل عليه 2 غرز عمود، وعلى العمود الثاني غرزة عمود واحدة. من بعد كنعمل 2 سلاسل، كنمر للورقة الثالثة على أول عمود كنشتغل 2 غرز عمود، وعلى ثاني عمود كنشتغل غرزة عمود واحدة، 2 غرز عمود. على 3 الورقات الأخيرة كنعمل تزايد على العمود الثاني مباشرة على أول عمود الورقة الرابعة كنشتغل غرزة عمود واحدة، على العمود الثاني كنشتغل عليه 2 غرز عمود، 2 سلاسل على أول عمود الورقة الخامسة غرزة عمود واحدة، على العمود الثاني 2 غرز عمود، 2 سلاسل على أول عمود الورقة السادسة الأخيرة غرزة عمود واحدة، وعلى العمود الثاني 2 غرز عمود. من بعد ما كنشتغل على المروحة الأولى كتصبح على هذا الشكل كما كتلاحظوا عندي 6 ورقات. أول 3 ورقات عملنا التزايد على العمود الأول، 3 ورقات الأخيرة عملنا التزايد على العمود الثاني. من بعد كنعمل
3 سلاسل. كناخد لفة على مجموعة العواميد، دائما أول عمود وآخر عمود كنتشعلوهم مباشرة على تاني عمود غرزة عمود، وكنستمر على كل عمود كنشتغل غرزة عمود حتى العمود ما قبل الأخير. في هذا السطر في كل مجموعة عواميد عندي 5 غرز عمود. من بعد ما اشتغلت على المجموعة كنعمل 3 سلاسل، كناخد لفة مباشرة على المروحة الثانية، كنشتغل بنفس خطوات المروحة الأولى. على أول عمود الورقة الأولى كنشتغل 2 غرز عمود، وعلى العمود الثاني كنشتغل غرزة عمود واحدة. 2 سلاسل. على أول عمود الورقة الثانية كنشتغل 2 غرز عمود، على العمود الثاني غرزة عمود واحدة. 2 سلاسل. على أول عمود الورقة الثالثة كنشتغل 2 غرز عمود، وعلى العمود الثاني غرزة عمود واحدة. من بعد ما اشتغلت على أول 3 ورقات الأولى كنعمل 2 سلاسل، وكنشتغل على 3 الورقات الثانية وكنعمل التزايد على العمود الثاني. على العمود الأول الورقة الرابعة غرزة عمود، وعلى العمود الثاني 2 غرز عمود. 2 سلاسل. على العمود الأول الورقة الخامسة غرزة عمود واحدة، وعلى العمود الثاني 2 غرز عمود. 2 سلاسل. على الورقة السادسة الأخيرة على أول عمود غرزة عمود، وعلى العمود الثاني 2 غرز عمود. من بعد كنعمل 3 سلاسل مباشرة على ثاني عمود المجموعة الثالثة غرزة عمود، وغادي تكملوا السطر ديالكم بهاد الخطوات، نفس خطوات كي اشتغلت في الجزء الأول والجزء الثاني في بداية السطر كتطبقوهم إلى نهاية السطر. في نهاية السطر من بعد ما كنشتغلوا على آخر مروحة كنعمل 3 سلاسل وكنغلق السطر بمنزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. الصدر كيصبح على هذا الشكل كما كتلاحظوا. مع بداية السطر الموالي كنعمل منزلقة ثانية على ثاني عمود، كنرتفع فوق ب3 سلاسل بمثابة عمود عليه. على العمود الثالث غرزة عمود، وعلى العمود الرابع غرزة عمود. في هذا السطر كيصبح عندنا في المجموعات 3 غرز عمود. من بعد كنعمل 2 سلاسل. في هذا السطر كذلك كنقص سلسلة واحدة في الفراغ، كناخد لفة مباشرة على أول عمود الورقة الأولى للمروحة الأولى كنشتغل غرزة عمود. على العمود الثاني كنعمل عليه التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود. على العمود الثالث غرزة عمود واحدة. 2 سلاسل. كنمر للورقة الثانية كنعمل فيها نفس الشيء، على أول عمود غرزة عمود، على العمود الثاني كنعمل عليه التزايد كنشتغل عليه 2 غرز عمود، وعلى العمود الثالث غرزة عمود واحدة. 2 سلاسل. كنمر للورقة الثالثة وكنعمل فيها نفس الشيء كذلك، على أول عمود غرزة عمود، على العمود الثاني كنعمل التزايد وكنعمل عليه 2 غرز عمود، على العمود الثالث غرزة عمود. كنمر للورقة الرابعة وكنعمل فيها نفس الشيء كذلك، لأن التزايد كنعملوه على العمود اللي في منتصف الورقات، والعمود اللي في منتصف الورقات في هذا السطر هو العمود الثالث على كل الورقات، على الورقة الأولى الثانية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.
من بعد ما كنشتغل الورقه الاخيره في المروحه الاولى كنعمل 2 سلاسل. كنتجه لاول عمود في المجموعه الثانيه مباشره على ثاني غرزه عمود، على العمود الثالث غرزه عمود ثانيه، على العمود الرابع غرزه عمود ثالثه، وكنتجه لاخر عمود. من بعد كنعمل 2 سلاسل، كناخذ لفه وكنشتغل على المروحه الثانيه كما اشتغلت على المروحه الاولى. على كل ورقه كنشتغل على اول عمود غرزه عمود، وعلى العمود الثاني اللي في منتصف الورقه كنعمل عليه التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود، على العمود الثالث غرزه عمود واحده، 2 سلاسل. وكملوا العمل ديالكم في المروحه تماما كيعملنا في المروحه الاولى. جميع المروحات تشتغلوا عليهم بنفس خطوات المروحه الاولى. على المجموعات كتشتغلوا 3 غرز عمود، وقبل ومن بعد المروحات كتعملوا فراغ 2 سلاسل. في نهايه السطر من بعد ما كنشتغلوا على المروحه الاخيره عملت 2 سلاسل وكنغلق السطر منزلقه في السلسله الثالثه من سلسله الارتفاع. مع بداية السطر الموالي كنعمل منزلقة على ثاني عمود، كنرتفع فوقه ب3 سلاسل بمثابة عمود عليه، كنضيف سلسلة واحدة للفراغ، كناخد لفة، كنشتغل على المروحة الأولى مباشرة على أول عمود الورقة الأولى للمروحة الأولى كنشتغل غرزة عمود واحدة. على العمود الثاني كنعمل التزايد وكنشتغل على 2 غرز عمود، على العمود الثالث غرزة عمود، وعلى العمود الرابع غرزة عمود، 2 سلاسل. كنمر للورقة الثانية وكنعمل فيها نفس الشيء، كنشتغل على أول عمود غرزة عمود، على العمود الثاني كنعمل عليه التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود، وعلى العمود الثالث غرزة عمود، وعلى العمود الرابع غرزة عمود. نفس الشيء كذلك غادي نعملو في الورقة الثالثة. كنعمل 2 سلاسل، على أول عمود غرزة عمود، على العمود الثاني كنعمل عليه التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود، وعلى العمود الثالث غرزة عمود، على العمود الرابع غرزة عمود. أول 3 ورقات عملنا التزايد على العمود الثاني، أما 3 ورقات الأخيرة غادي نعملو التزايد على العمود الثالث. كنعمل 2 سلاسل، على أول عمود الورقة الرابعة غرزة عمود، على ثاني عمود غرزة عمود، على العمود الثالث غادي نعمل التزايد ونشتغل عليه 2 غرز عمود، على العمود الرابع غرزة عمود، 2 سلاسل. وكنمر للورقة الخامسة كنعمل فيها نفس الشيء هي والورقة السادسة. من بعد ما كنشتغل اخر ورقه في المروحه الاولى كنعمل سلسله واحده مباشره على العمود الثاني اللي في منتصف المجموعه الثانيه، كنشتغل غرزه عمود. وغادي تكملوا السطر ديالكم على جميع المروحات، تشتغلوا بنفس خطوات المروحه الاولى. وفي كل مجموعه في هذا السطر كيتبقى عندنا عمود واحد، وقبل ومن بعد المروحات فراغ سلسله واحده. في نهايه السطر من بعد ما كنشتغلوا على اخر المروحه كنعمل سلسله واحده وكنغلق السطر منزلقه في السلسله الثالثه من سلسله الارتفاع. مع بداية السطر الموالي كنعمل منزلقة ثانية في السلسلة اللي كانت بين عمود المجموعة الأولى وأول مروحة.
كنضيف منزلقة ثالثة على أول عمود الورقة الأولى للمروحة الأولى، كنرتفع فوق ب3 سلاسل بمثابة عمود عليه. على ثاني عمود الورقة الأولى كنشتغل غرزة عمود. على العمود الثالث اللي في المنتصف كنعمل عليه التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود. على العمود الرابع غرزة عمود واحدة. على العمود الخامس غرزة عمود واحدة. 2 سلاسل. كنمر للورقة الثانية كنعمل فيها نفس الشيء. في هذا السطر العمود اللي في المنتصف على جميع الورقات هو العمود الثالث، اذا على كل ورقة كنعملوا التزايد في العمود الثالث وكنشتغلوا عليه 2 غرز عمود. غادي تكملوا المروحة الأولى بهاد الخطوات. على كل ورقة كتعملوا التزايد على العمود الثالث، في كل عمود كتشتغلوا غرزة عمود وكتعملوا التزايد على العمود الثالث، كذلك على الورقة الرابعة والخامسة والسادسة. وبين كل ورقة وورقة دائما فراغ 2 سلاسل. من بعد ما نهيت العمل على المروحة الأولى، في السطر السابق في المجموعات كانت تبقى عندنا غرزة عمود واحدة. في هذا السطر غادي نتجاهلوا ونشتغل مباشرة على المروحات. من بعد المروحة الأولى كنعمل سلسلة واحدة، كنمر للمروحة الثانية كنعمل فيها نفس الخطوات اللي عملت في المروحة الأولى. في هذا السطر على جميع الورقات غادي نعملوا التزايد على العمود الثالث اللي هو في منتصف كل ورقة. على الورقة على كل عمود كنشتغلوا غرزة عمود، والعمود اللي في منتصف اللي هو العمود الثالث في هذا السطر كنعملوا عليه التزايد كنشتغلوا فيه 2 غرز عمود. وبين كل ورقة وورقة كنعملوا فراغ 2 سلاسل. غتكملوا السطر ديالكم بهاد الخطوات. في هذا السطر كنشتغلوا فقط على المروحات وكنهيو المجموعات، وبين كل مروحة ومروحة كنعملوا فراغ سلسلة واحدة. في نهاية السطر من بعد ما كنشتغلوا على المروحة الأخيرة كنعمل سلسلة واحدة، كنخلق السطر بمنزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. من بعد ما كنوصلوا هاد المرحلة الصدر كيصبح على هاد الشكل كما كتلاحظوا. حتى وصلنا لهاد المقاس في الصدر. دابا غادي نشتغلوا آخر سطرين في الصدر. في السطر ما قبل الأخير في الصدر كنرتفع ب4 سلاسل على أول عمود الورقة الأولى للمروحة الأولى. كناخد لفتين. على ثاني عمود كنشتغل عمود غير مكتمل. اللفة الأولى كنخرجها في أول عمود غير مكتمل وكنحتفظ باللفة الثانية حتى الأخير. كناخد لفة على العمود الثالث كذلك كنشتغل عمود غير مكتمل. على العمود الرابع كذلك كنشتغل عمود غير مكتمل، يعني كنخرجوا 2 لفات الأولى فقط. كناخد لفة على العمود الخامس عمود غير مكتمل. كناخد لفة على العمود السادس الأخير في الورقة الأولى عمود غير مكتمل. كيتكون عندي غرز كنسحبهم كنخلي 2 غرز كنعاود نخرجهم على هذا الشكل. من بعد كنعمل 6 سلاسل. كناخد لفتين وعلى الورقة الثانية كنعمل نفس الشيء مباشرة. على أول عمود كنشتغل عمود غير مكتمل. اللفة الأولى كنخرجها في أول عمود وكنحتفظ باللفة الثانية حتى الأخير. ثاني عمود غير مكتمل على العمود الثاني. عمود غير مكتمل على العمود الثالث. عمود غير مكتمل على العمود الرابع. عمود غير مكتمل على العمود الخامس، ثم عمود غير مكتمل على العمود السادس. كنبقاو نخرجوا 2 لفات الاولى فقط. كنجمع الغرز على الكروشي كنسحبهم كنخلي اخر 2 غرز كنعاود نخرجهم. 6 سلاسل. وكنمر للورقه الثالثه كنعمل فيها نفس الشيء. كناخذ في الاول لفتين كنخرج اللفه الاولى في اول عمود غير مكتمل على العمود الاول. كنحتفظ باللفه الثانيه حتى الاخير وكنشتغل على كل عمود غير مكتمل، يعني كنبقاو نخرجوا 2 لفات الاولى فقط وكنجمع الغرز على الكروشي حتى نشتغل على 6 غرز عمود الورقه. من بعد ما اشتغلت على 6 غرز عمود عواميد غير مكتمله كنسحب الغرز كنخلي اخر 2 غرز كنعاود نسحبهم على هذا الشكل.
غادي نستمروا بهاد الخطوات على كل ورقة المروحة الأولى. غادي نشتغلوا بنفس الخطوات حتى كنشتغل على آخر ورقة، يعني الورقة السادسة. اشتغلت على ورقات المروحة الأولى، وصلت الورقة السادسة اشتغلت عليها، ولكن كما كتلاحظوا آخر 2 غراز ما كنخرجهمش، كنحتفظ بهم على الكروشي ومباشرة كنمر للمروحة الثانية وكنشتغل على الورقات ديالها. كناخد لفتين، كنمر الاول عمود الورقه الاولى للمروحه الثانيه وكنشتغل عمود غير مكتمل. كنخرج اللفه الاولى في اول عمود غير مكتمل وكنحتفظ باللفه الثانيه. من بعد كنشتغل على كل عمود غير مكتمل، يعني كنخرج 2 لفات الاولى فقط وكنحتفظ بالغرز على الكروشي حتى كنشتغل على 6 غرز عمود الورقه الاولى على هذا الشكل. غادي نسحب الغرز اللي على الكروشي حتى لعند اللفه الثانيه اللي كنا احتفظنا بها في الاول. كنسحب الغرز على هذا الشكل. كيتبقى عندي على الكروشي 3 غرز، كنعاود نخرجهم. على اخر ورقه في المروحه واول ورقه في المروحه المواليه غادي نشتغلوا بهذه الطريقه. من بعد كنعاود نعمل 6 سلاسل وكنمر للورقه الثانيه للمروحه الاولى وكنشتغل فيها بنفس الخطوات. كناخذ في الاول لفتين، اللفه الاولى كنخرجها في اول عمود غير مكتمل على اول عمود الورقه. من بعد على كل عمود كنشتغل عمود غير مكتمل وكنجمع الغرز على الكروشي حتى كنشتغل على العمود السادس الاخير في الورقه. كيتكون عندي غرز كنسحبهم، كنخلي 2 غرز كنعاود نخرجهم على هذا الشكل. من بعد كنعمل 6 سلاسل، كنمر للورقه الثالثه وكنعمل فيها نفس الشيء. نشتغل حتى نوصل اخر ورقه اللي هي الورقه السادسه في المروحه الثانيه ونعاود نرجع معكم. اشتغلت حتى وصلت اخر ورقه في المروحه الثانيه. غادي نشتغل بنفس الخطوات كي اشتغلنا هنايا. من بعد ما اشتغلت على الورقه الاخيره في المروحه الثانيه احتفظت باخر 2 غرز ما خرجتهمش كما كتلاحظوا. كناخذ لفتين، كنمر الاول ورقه للمروحه الثالثه على اول عمود كنشتغل عمود غير مكتمل. على جميع العواميد كنشتغلوا عواميد غير مكتمله وكنبقاو نجمعوا الغرز على الكروشي حتى كنشتغل على العمود السادس الاخير في الورقه. كيتكون عندي غرز على الكروشي كنسحبهم حتى عند اللفه الثانيه اللي احتفظنا بها ما خرجناهاش على هذا الشكل. كيتبقى عندي 3 غرز كنعاود نخرجهم. من بعد كنعمل 6 سلاسل، كنمر للورقه الثانيه وكنشتغل عليها. وغادي تستمروا في العمل ديالكم بهاد الخطوات. من بعد ما كتوصلوا اخر ورقه في المروحه واول ورقه المروحه المواليه كتعملوا نفس الخطوات كي عملت هنايا. نكمل السطر ونعاود نرجع معكم. في نهايه السطر من بعد ما اشتغلت على اخر ورقه المروحه الاخيره كما كتلاحظوا احتفظت باخر 2 غرز ما كنخرجهمش، كنحتفظ بهم على الكروشي وكنغلق السطر بمنزلقه على اول غرزه بهذه الطريقه. دابا غادي نشتغلوا السطر الاخير في الصدر وكنشتغلوا فيه غرز نصف عمود على سلاسل. كنرتفع ب2 سلاسل، كنشتغل على اول غرزه غرزه نصف عمود، كناخذ لفه كنمر الاول سلسله 6 سلاسل وكنشتغل عليها 9 غرز نصف عمود.
من بعد ما كنشتغل على اول 6 سلاسل 9 غرز نصف عمود، على غرزه كلاستر المواليه كنشتغل غرزه نصف عمود كذلك، وكتستمروا على كل 6 سلاسل كتشتغلوا 9 غرز نصف عمود. من بعد ما كتوصلوا غرزه كلاستر كتشتغلوا عليها غرزه نصف عمود واحده، كذلك كتشتغلوا غرزه نصف عمود على هاد 2 غرز كلاستر اللي كيكونوا ملاصقين. نكمل السطر ونعاود نرجع معكم. وصلت نهاية السطر، اشتغلت على آخر 6 سلاسل 9 غرز نصف عمود. من بعد كنغلق السطر منزلقة على أول غرزة نصف عمود. انتهينا من الصدر. دابا غادي نعملوا التقسيمة ونحددوا أجزاء الصدر، نحددوا كل من الأكمام والظهر والأمام. دائما كيكون عندكم مسبقا قياسات الصدر، يعني كيكون عندكم طول الصدر وعرض الصدر، ومن الأحسن دائما تشتغلوا تقيسوا للشخص اللي كتشتغلوا ليه. وأسهل طريقة لعمل تقسيمة الصدر في الحالة اللي صعب علينا أننا نحسبوا فيه الغرز بحال هاد الحالة، كنقيسوا الصدر على الشخص اللي كنشتغلوا ليه وكناخذوا المقاس عليه مباشرة. فهاد الصدر عندنا المروحات، إذا تقسيمة الصدر نراعي فيها أن المروحات يكونوا بشكل مماثل من جهة الأمام ومن جهة اليسار من الأمام وكذلك من الخلف. لذلك كتقادوا المروحات بشكل مماثل، بجهة الأمام مماثلة لجهة اليسار. كنحطوا المروحات على هذا الشكل كما هو موضح في الفيديو، وكتاخدوا المقاس كما كتلاحظوا. من بعد الورقه الاولى اللي في المروحه اللي في الكم الاول على اليسار غادي نوضع الماركر هنايا، وكذلك من جهه اليمين من بعد اول غرزات كلاستر في المروحه اللي على الكم الثاني كذلك غنوضع الماركر. اما على الخلف الماركر غادي نوضعوه في الفراغ ما بعد الورقه الثانيه في المروحه اللي في الكم الاول، وفي الفراغ من بعد الورقه الثانيه من جهه الثانيه في الكم الثاني كما كتلاحظوا. يعني في تقسيمة الصدر كتراعيوا أنكم تاخدوا المقاس بشكل مضبوط، بحيث أن ورقات المروحات كيكونوا عندنا بشكل مماثل مع اليسار واليمين سواء من الخلف أو من الأمام. وكذلك على الأكمام، يعني نفس الورقات اللي على الكم الأول كتكون على الكم الثاني، مع مراعاة أن أثار سلاسل الارتفاع دائما كنعملوه في الخلف. التقسيمه في هذا الصدر غتكون على هذا الشكل. عدد الورقات اللي على الامام لازم يكون على الخلف، مع مراعاه ان الورقات لازم يكون بشكل مماثل بين اليمين واليسار سواء على الصدر من الامام او على الصدر من الخلف. ونفس عدد الورقات اللي في الكم الاول لازم يكون في الكم الثاني، ودائما بشكل مماثل. كنتمنى نكون وصلت لكم الفكرة. غادي ناخذ المقاس مباشرة على بنتين، نحدد الأكمام والظهر والأمام، ونعاود نرجع معكم باش نشرح لكم اشنو عملت. خديت التقسيمة، جاني في الأمام 2 مروحات، الماركر وضعته من بعد الورقة الثانية في المروحة للكم الأول كما كتلاحظوا. نفس الشيء كذلك عملته في الجهة اليسار، يعني بشكل مماثل. من بعد الورقة الثانية في المروحة اللي في الكم الثاني وضعت الماركر. إذا الماركر إلى وضعته من بعد مثلا الورقة الثالثة في المروحة اللي على الكم الأول، نفس الشيء كذلك تعملوا في الجهة الثانية، يعني غادي توضعوا الماركر في الفراغ من بعد الورقة الثالثة في المروحة اللي في الكم الثاني، باش حتى الكم الأول يجينا كيساوي الكم الثاني وكيكونوا متماثلان. هذا بالنسبة لتقسيمة الصدر من الأمام. أما تقسيمة الصدر على الخلف غادي نطبقوا فيها نفس الكلام، مع مراعاة أن أثار سلاسل الارتفاع نعملوه في المنتصف من الخلف. أما على الخلف جاتني مروحة في المنتصف و4 ورقات المروحة اللي في جنب على اليمين و4 ورقات للمروحة اللي جنب على اليسار. يعني كذلك التقسيمة على الخلف كناخدوها بشكل مماثل. من بعد ما كنعملوا التقسيمه بهذا الشكل اللي شرحت لكم، وكنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. دابا غادي نشتغلوا سطر باش نربطوا فيه بين اجزاء الصدر.
على اول غرزة النصف عمود اللي غلقت فيها بمنزلقة كنعاود نشتغل غرزة حشو، كنعمل 4 سلاسل، كنفوت 4 غرز نصف عمود مباشرة على غرزة نصف عمود الخامسة اللي في المنتصف، كنشتغل غرزة حشو 4 سلاسل، كنفوت 4 غرز نصف عمود، وعلى غرزة نصف عمود اللي على غرزة كلاستر كنشتغل غرزة حشو. استمر بهاد الخطوات، كنعمل 4 سلاسل، كنفوت 4 غرز نصف عمود، وعلى غرزة نصف عمود الخامسة في المنتصف كنعمل غرزة حشو 4 سلاسل، كنفوت 4 غرز نصف عمود، وعلى غرزة نصف عمود الخامسة اللي على غرزة الكلاستر غرزة حشو. غنستمر حتى نوصل للفراغ اللي فيه الماركر. وصلت الفراغ اللي فيه الماركر، كنعمل 4 سلاسل، كنفوت 4 غرز نصف عمود اللي في الفراغ اللي فيه الماركر مباشرة على غرزة نصف عمود اللي في منتصف الفراغ اللي فيه الماركر، كنعمل غرزة حشو. من بعد كنعمل 4 سلاسل مباشرة على غرزة نصف عمود اللي في منتصف الفراغ اللي فيه الماركر من الجهة الثانية. غادي نشتغل غرزة حشو باش نكون الكم الأول. على غرزة نصف عمود اللي في المنتصف الفراغ اللي فيه الماركر من الجهة الثانية كنعمل غرزة حشو على هذا الشكل. غادي نزول هاد الماركر، ما بقيتش محتاجه، وهذا هو الكم الاول كما كتلاحظوا. وغادي نستمر بنفس الخطوات، غادي نعمل 4 سلاسل، كنفوت 4 غرز نصف عمود، وعلى غرزة النصف عمود الخامسة على غرزة الكلاستر غرزة حشو 4 سلاسل، كنفوت 4 غرز نصف عمود، وعلى غرزة نصف عمود الخامسة اللي في منتصف كنشتغل غرزة حشو، ونستمر حتى نوصل لعند الماركر الثاني. وصلت عند الماركر الثاني كما كتلاحظوا، عملت 4 سلاسل مباشرة على غرزة الحشو الخامسة اللي في منتصف الفراغ اللي فيه الماركر الثاني، كنشتغل غرزة حشو 4 سلاسل مباشرة على غرزة نصف عمود الخامسة في منتصف الفراغ اللي فيه الماركر من الجهة الثانية. غادي نعمل غرزة حشو نفس الخطوات اللي عملت لتحديد الكم الاول كنعملها لتحديد الكم الثاني. مباشرة على غرزة نصف عمود الخامسة اللي في منتصف الفراغ اللي فيه الماركر من الجهة الثانية كنعمل غرزة حشو، كنزول الماركر، وهذا هو الكم الثاني كما كتلاحظوا. من بعد نستمر في العمل ديالي في السطر بنفس الخطوات، كنعمل 4 سلاسل، كنفوت 4 غرز نصف عمود مباشرة على غرزة نصف عمود الخامسة اللي على غرزة الكلاستر غرزة حشو 4 سلاسل، كنفوت 4 غرز نصف عمود، وعلى غرزة نصف عمود الخامسة في المنتصف غرزة حشو، وكملوا حتى كتنهيو السطر. في نهاية السطر كنعمل 4 سلاسل وكنغلق منزلقة على اول غرزة حشو بدينا بها السطر. دابا حددنا تقسيمة الصدر، حددنا الاكمام والامام والظهر. دابا غادي نشتغلوا الفستان من التحت. مع بداية السطر الموالي كنعمل منزلقة ثانية على اول سلسلة من 4 سلاسل، منزلقة ثالثة على السلسلة الثانية، ثم غرزة حشو في منتصف 4 سلاسل. من بعد كنعمل 4 سلاسل مباشرة في الفراغ الثاني غرزة حشو، 4 سلاسل في الفراغ الثالث غرزة حشو، ونستمروا بهذه الخطوات. كنعملوا 4 سلاسل وفي الفراغ غرزة حشو، 4 سلاسل في الفراغ غرزة حشو حتى كتنهيو السطر. مع العلم أن 4 سلاسل تحت الإبط الأول و4 سلاسل تحت الإبط الثاني كنعتبرهم فراغ عادي وكنشتغلوا فيه غرزة حشو.
من بعد ما كتشتغلوا في اخر فراغ وكتنهيو السطر، كتغلقوا السطر منزلقه على اول غرزه حشو. من بعد كتبداو في السطر الموالي وكتعملوا غرز منزلقه حتى لمنتصف الفراغ الاول، كتعملوا فيه غرزه حشو وترتفعوا بأسطر بغرزة الشبكة حتى كتعملوا فيها قياس بين 2 إلى 3 سنتيمتر. من بعد ما انتهيت من الصدر وعملت تقسيمة الصدر، اشتغلت أسطر بغرزة الشبكة حتى عملت قياس 2.5 سنتيمتر. من بعد ما كنشتغلوا هذا الجزء بغرزة الشبكة، كنشتغلوا جزء آخر بغرزة أخرى، عاد كنبداو الطبقات. كنرتفع في بداية السطر ب3 سلاسل بمثابة أول عمود، وفي أول فراغ كنشتغل 3 غرز عمود، على غرزة الحشو كنشتغل غرزة عمود، وفي الفراغ كنشتغل 3 غرز عمود. وتستمروا بهذه الخطوات في كل فراغ كتشتغلوا 3 غرز عمود، وعلى غرزة حشو كتشتغلوا غرزة عمود. في الفراغ 3 غرز عمود، وعلى غرزة الحشو غرزة عمود. ملاحظة مهمة جدا، في نهاية السطر لازم أن يكون عندكم مجموع الغرز اللي في السطر من مضاعفة العدد 24. المهم كتقادوا حسابكم، إلا حسبتوا عدد الغرز ولقيتوا ناقصكم غرز ما عليكم إلا تعوضوهم وسط السطر. مثلا في بعض الفراغات عوض ما تشتغلوا 3 غرز عمود تشتغلوا 4 غرز عمود. المهم عدد الغرز اللي ناقصكم على مضاعفة 24 كتضيفوهم داخل السطر. في نهاية السطر كتغلقوا السطر بمنزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. مع بداية السطر الموالي كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة أول عمود، على ثاني عمود كنشتغل غرزة عمود 2 سلاسل، كناخد لفة كنفوت 2 غرز عمود، وعلى العمود الثالث غرزة عمود، غرزة عمود ثانية على العمود الموالي. من بعد سلسلة واحدة كناخد لفة مباشرة على العمود الموالي غرزة عمود، على العمود الموالي ثاني عمود. من بعد كنعاود نعمل 2 سلاسل، كناخد لفة كنفوت 2 غرز عمود، وعلى العمود الثالث غرزة عمود، غرزة عمود ثانية على العمود الموالي، سلسلة واحدة مباشرة على العمود الموالي كنشتغل فيه غرزة عمود، غرزة عمود ثانية. وغادي تكملوا السطر ديالكم بهاد الخطوات. كنعمل 2 سلاسل، كنفوت 2 غرز عمود، وعلى العمود الثالث غرزة عمود، على العمود الموالي غرزة عمود ثانية. من بعد سلسلة واحدة مباشرة على العمود الموالي غرزة عمود، ثم غرزة عمود ثانية على العمود الموالي. وغادي تكملوا السطر ديالكم بهاد الخطوات كما كتلاحظوا: 2 غرز عمود، 2 سلاسل، 2 غرز عمود، سلسلة واحدة، 2 غرز عمود، 2 سلاسل، 2 غرز عمود، سلسلة واحدة، وهكذا كتشتغلوا 2 غرز عمود، مرة كتعملوا 2 سلاسل، مرة سلسلة، 2 غرز عمود، مرة 2 سلاسل، مرة سلسلة، حتى كتنهيو السطر. في نهاية السطر آخر ما اشتغلت هو 2 غرز عمود، سلسلة، 2 غرز عمود. كيتبقى عندي في السطر 2 غرز عمود، كنعمل 2 سلاسل وكنفوت آخر 2 غرز عمود، وكنغلق السطر منزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. السطر الموالي غيكون تكرار للسطر السابق. كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة أول عمود، على العمود الثاني كنشتغل غرزة عمود. من بعد كنعمل 2 سلاسل على 2 سلاسل مباشرة على غرزة عمود الموالية غرزة عمود، وعلى غرزة عمود الثانية غرزة عمود، سلسلة واحدة على السلسلة، كناخد لفة مباشرة على العمود غرزة عمود، وعلى العمود الثاني غرزة عمود، 2 سلاسل على 2 سلاسل،
وعلى غرزة عمود غرزة عمود، وعلى العمود الثاني غرزة عمود، سلسلة على سلسلة. من بعد على كل عمود كنشتغل غرزة عمود. غنستمروا بهاد الخطوات على كل عمود كتشتغلوا غرزة عمود، على 2 سلاسل كنعملوا 2 سلاسل، وعلى السلسلة كنعملوا سلسلة. من بعد ما كننهيو هاد السطر كنرتفعوا بأسطر اخرى بنفس الخطوات حتى كنوصلوا المنطقة اللي كنعملوا عليها الحزام، وغادي نبداو الطبقات. اشتغلت حتى وصلت دوران الوسط، يعني مكان فين كنوضعوا الحزام. دابا غادي نبداو الطبقات. في السطر الاول في الطبقة الاولى كنرتفع ب4 سلاسل، كناخد لفتين. على العمود الثاني كنشتغل عمود غير مكتمل، كنخرج اللفه الاولى وكنحتفظ باللفه الثانيه حتى الاخير. كنمر ل2 سلاسل كنشتغل فيهم 2 غرز عمود غير مكتمله، يعني كنبقى نخرج 2 لفات الاولى فقط وكنحتفظ بالغرز على الكروشي. كنمر للعمود الموالي كنشتغل عليه عمود غير مكتمل، ثم على العمود الموالي عمود غير مكتمل. كيتكون عندي غرز على الكروشي كنسحبهم، كنخلي 2 غرز كنعاود نخرجهم على هذا الشكل. كنعمل 9 سلاسل، كناخد لفتين كنفوت فراغ سلسله مباشرة على العمود الموالي. كنشتغل عمود غير مكتمل، كنخرج 2 لفات الاولى وكنحتفظ باللفه الثانيه حتى الاخير. على العمود الموالي عمود غير مكتمل وفراغ 2 سلاسل كنشتغل فيه 2 غرز عمود غير مكتمله، وكنمر ل2 غرز عمود المواليه كنشتغل عليهم 2 عمود غير مكتمله. كيتكون عندي غرز كنسحبهم، كنخلي 2 غرز كنعاود نخرجهم على هذا الشكل. من بعد كنعمل 3 سلاسل، كناخد لفتين كنفوت فراغ سلسله مباشره على العمود الموالي كنشتغل عمود غير مكتمل، عمود غير مكتمل ثاني على العمود الموالي، ثم عمودين غير مكتملين على 2 سلاسل. على العمود الموالي عمود غير مكتمل، وعلى العمود الموالي كذلك عمود غير مكتمل. من بعد كيتكون عندي غرز كنسحبهم، كنخلي 2 غرز كنعاود نخرجهم. 9 سلاسل، مره كنشتغلوا 3 سلاسل مره 9 سلاسل، هاد المره 9 سلاسل. كناخد لفتين كنفوت فراغ سلسله مباشره على العمود الموالي عمود غير مكتمل، عمود ثاني غير مكتمل على العمود الموالي، فراغ 2 سلاسل كنشتغل فيه 2 غرز عمود غير مكتمله، كذلك على 2 غرز عمود المواليه. كيتكون عندي غرز كنسحبهم، كنخلي 2 غرز كنعاود نخرجهم. في هذه المره غادي نعمل 3 سلاسل، كناخد لفتين كنفوت فراغ سلسله، وكتستمروا في السطر ديالكم بهذه الخطوات. غرزه كلاستر مره 9 سلاسل، غرزه كلاستر 3 سلاسل، غرزه كلاستر 9 سلاسل، مره كنعملوا 3 سلاسل مره 9 سلاسل. واستمروا بهذه الخطوات الى نهايه السطر. في نهايه السطر من بعد ما كنشتغلوا اخر غرزه كلاستر في السطر كنعمل 3 سلاسل وكنغلق بمنزلقه على اول غرزه كلاستر. في نهايه السطر كتاكدوا ان عدد فراغات 9 سلاسل يكون عدد زوجي باش تجيكم غرزه الطبقه الاولى مضبوطه. في بدايه السطر الثاني في الطبقه كنعمل منزلقه اول فراغ 9 سلاسل، كنرتفع ب3 سلاسل وكنشتغل على هاد 9 سلاسل 15 غرزه عمود بالارتفاع. طبعا الارتفاع دائما هو العمود الاول. في اول فراغ 9 سلاسل اشتغلت 15 غرزة عمود مباشرة. فراغ 3 سلاسل الاول كنشتغل غرزة حشو، 5 سلاسل، كناخد لفة مباشرة في السلسلة الخامسة من 9 سلاسل الموالية كنشتغل فيها في عبارة عن غرزة عمود، 3 سلاسل، غرزة عمود.
من بعد في كنعمل 5 سلاسل مباشرة فراغ 3 سلاسل الموالي غرزة حشو. هذا الجزء هذا اللي اشتغلنا في بداية السطر هو اللي كيبقى يتعاود ويتكرر على طول السطر. كناخد لفة مباشرة فراغ 9 سلاسل الموالي كنشتغل فيه 15 غرزة عمود. من بعد ما اشتغلت فيه 15 غرزة عمود مباشرة فراغ 3 سلاسل الموالي كنشتغل غرزة حشو 5 سلاسل. كناخد لفة وفي السلسلة الخامسة من 9 سلاسل يعني السلسلة اللي في المنتصف كنشتغل فيها في عبارة عن غرزة عمود 3 سلاسل غرزة عمود. استمروا في السطر بهذا الترتيب وبهذا التسلسل. دائما فراغات 9 سلاسل مرة كتشتغلوا فيه 15 غرزة عمود مرة في. اما فراغات 3 سلاسل دائما كتشتغلوا فيهم غرزة حشو. في نهاية السطر من بعد ما اشتغلت اخر جزء في السطر في اخر فراغ عملت غرزة حشو مباشرة في السلسلة الثالثة من سلسلة ارتفاع كنغلق منزلقة. مع بداية السطر الموالي كنعمل منزلقة ثانية على ثاني عمود كنرتفع فوقه ب3 سلاسل مثابة عمود عليه وكنشتغل على كل عمود غرزة عمود حتى كنوصل العمود ما قبل الاخير كما عملنا في الصدر. دائما في مجموعة العواميد اول عمود واخر عمود كنتجاهلوهم ما كنشتغلوش عليهم وكنشتغلوا على باقي عواميد اللي الوسط. كما لاحظتوا اول عمود في المجموعه الاولى اللي هو الارتفاع تجاهلته ما اشتغلتش عليه واخر عمود في السطر السابق كانوا عندنا 15 غرزه عمود في هذا السطر اصبحوا 13 غرزه عمود 5 سلاسل. كناخد لفه مباشره في الفراغ وسط اول في كنشتغل فيه 11 غرزه عمود. اشتغلت 11 غرزة عمود فراغ أول في بداية المروحة الأولى. من بعد كنعمل 5 سلاسل كناخد لفة مباشرة على العمود الثاني لمجموعة العواميد الثانية كنشتغل غرزة عمود. دائما على المجموعات أول عمود وآخر عمود ما كنشتغلوش عليهم كنتجاهلوهم. وكملوا السطر ديالكم بهذه الخطوات. على المجموعات دائما اول عمود واخر عمود كتجاهلوا ما كتشتغلوش عليهم وكتشتغلوا على باقي العواميد اللي في وسط المجموعه. اما في الفراغات وسط في كتبداو فيهم مروحات وكتشتغلوا في كل فراغ 11 غرزه عمود وقبل ومن بعد المروحات كنعملوا فراغ 5 سلاسل. في نهاية السطر من بعد ما اشتغلت في آخر في 11 غرزة عمود كنعمل 5 سلاسل مباشرة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع كنغلق السطر بمنزلقة. مع بداية السطر الموالي كنعمل منزلقة ثانية على ثاني عمود كنرتفع فوقه ب3 سلاسل بمثابة عمود عليه وكنشتغل على كل عمود غرزة عمود حتى كنوصل العمود ما قبل الأخير. دائما على المجموعات أول عمود وآخر عمود ما كنشتغلوش عليهم كنتجاهلوهم وكنشتغلوا على باقي عواميد المجموعة اللي الوسط. في كل سطر في كل مجموعة كينقص عندنا 2 غرز عمود. في السطر السابق كان عندنا 13 غرزة عمود في هذا السطر كيصبحوا 11 غرزة عمود في كل مجموعة. من بعد ما اشتغلت على المجموعة الأولى كنعمل 5 سلاسل كناخد لفة مباشرة على أول عمود المروحة الأولى كنشتغل غرزة عمود 2 سلاسل كنفوت العمود الثاني على العمود الثالث غرزة عمود 2 سلاسل كنفوت العمود الرابع وفي الخامس غرزة عمود 2 سلاسل كنفوت السادس والعمود السابع غرزة عمود 2 سلاسل كنفوت العمود الثامن وفي التاسع غرزة عمود 2 سلاسل
كنفوت العمود الحاشر، وفي العمود الحادي عشر الأخير غرزة عمود. كتكون عندي 6 غرز عمود، بداية 6 ورقات على المروحة الأولى. من بعد كنعمل 5 سلاسل، كناخد لفة مباشرة على العمود الثاني للمجموعة الثانية غرزة عمود. دائما أول عمود وآخر عمود في المجموعات كنتجاهلهم، وغادي تكملوا السطر ديالكم بهذا الترتيب وبهذا التسلسل. على المجموعات دائما أول عمود وآخر عمود كتجاهلوا ما كتشتغلوش عليهم. أما على المروحات كتشتغلوا بنفس خطوات المروحة الأولى. في نهاية السطر من بعد ما اشتغلنا على آخر مروحة عملت 5 سلاسل، كنغلق السطر بمنزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. دائما في المجموعات اول عمود واخر عمود كنتجاهلوا وما كنشتغلوش عليهم. في المجموعه الاولى الارتفاع هو العمود الاول كنتجاهلوا وما كنشتغلوش عليه، لذلك كنعمل منزلقه ثانيه على ثاني عمود، كنرتفع فوقه ب3 سلاسل مثابه عمود عليه، وكنشتغل على كل عمود غرزه عمود حتى كنوصل العمود ما قبل الاخر. العمود الاخر في المجموعات حتى هو ما كنشتغلوش عليه كنتجاهلوه. في هذا السطر في كل مجموعة كيصبح لنا 9 غرز عمود. من بعد المجموعة الأولى كنعمل 5 سلاسل، كناخد لفة مباشرة على العمود الأول للورقة الأولى للمروحة الأولى، كنشتغل عليه 2 غرز عمود، 2 سلاسل. على العمود الثاني كذلك كنشتغل عليه التزايد وكنعمل عليه 2 غرز عمود، 2 سلاسل. على العمود الثالث للورقة الثالثة كنشتغل عليه التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود، 2 سلاسل. على العمود الرابع للورقة الرابعة كنعمل كذلك التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود، 2 سلاسل. على العمود الخامس للورقة الخامسة كنشتغل 2 غرز عمود، 2 سلاسل. على العمود السادس الأخير للورقة الأخيرة في المروحة الأولى كنشتغل كذلك 2 غرز عمود على هذا الشكل. من بعد المروحة الأولى كنعمل 5 سلاسل مباشرة على ثاني عمود المجموعة الثانية كنشتغل غرزة عمود، وغادي تكملوا السطر بهذا الترتيب وبهذا التسلسل. كما لاحظتوا على المروحات غتشتغلوا بنفس خطوات المروحة الأولى. أما على المجموعات دائما أول عمود وآخر عمود كتجاهلوا ما كتشتغلوش عليهم. في نهاية السطر من بعد ما اشتغلنا على آخر مروحة كعملت 5 سلاسل، كنغلق السطر منزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. مع بداية السطر الموالي كنعمل منزلقة ثانية على ثاني عمود، كنرتفع فوقه ب3 سلاسل مثابة عمود عليه، وكنشتغل على كل عمود غرزة عمود حتى كنوصل العمود ما قبل الأخير. العمود الأخير والعمود الأول دائما ما كنشتغلوش عليهم في المجموعات. في السطر السابق كانوا عندنا 9 غرز عمود في كل مجموعة، في هذا السطر كيصبحوا 7 غرز عمود في كل مجموعة. في كل سطر كينقص عندنا 2 غرز عمود على كل مجموعة. من بعد كنعمل 4 سلاسل. ابتداء من هذا السطر غادي نعاودو نقصوا في كل سطر سلسلة قبل ومن بعد المروحة. مباشرة على أول عمود الورقة الأولى للمروحة الأولى كنشتغل عليه 2 غرز عمود. على العمود الثاني غرزة عمود واحدة. من بعد كنعمل 2 سلاسل، كنمر للورقة الثانية كنعمل فيها نفس الشيء. على أول عمود كنعمل التزايد وكنشتغل 2 غرز عمود، وعلى العمود الثاني غرزة عمود واحدة، 2 سلاسل. كنمر للورقة الثالثة كنعمل على أول عمود 2 غرز عمود، وعلى العمود الثاني غرزة عمود واحدة، 2 سلاسل. آخر 3 ورقات غادي نعمل تزايد على العمود الثاني مباشرة على أول عمود الورقة الرابعة غرزة عمود واحدة، على العمود الثاني 2 غرز عمود.
2 سلاسل. كنمر للورقة الخامسة كنعمل فيها نفس الشيء، على أول عمود غرزة عمود واحدة، على العمود الثاني 2 غرز عمود، 2 سلاسل. على الورقة السادسة أول عمود كنشتغل غرزة عمود واحدة، وعلى العمود الثاني 2 غرز عمود. من بعد ما اشتغلت على المروحة الأولى غادي نحصل على هذا الشكل. كنعمل 4 سلاسل في هذا السطر قبل، ومن بعد المروحات نقصنا سلسلة كيصبح 4 سلاسل عوض 5 سلاسل. كنمر للمجموعة الثانية مباشرة على أول عمود غرزة عمود، لأن في المجموعات دائما أول عمود وآخر عمود كنتجاهلهم وكنشتغلوش عليهم. وتستمروا بالخطوات. على المروحات غتعملوا نفس الشيء كامل على المروحة الأولى. أما على المجموعات دائما في كل سطر كنقص عندنا 2 غرز عمود، حيث ما كنشتغلوش على أول عمود وآخر عمود في المجموعات. وغادي تستمروا في العمل ديالكم بنفس الخطوات كي كنا عملنا في الصدر. ابتداء من هذا السطر في الطبقة غادي نعاودو نقصو سلسلة قبل ومن بعد المروحات، يعني في كل سطر غادي نعاودو نقصو سلسلة قبل ومن بعد المروحات. في السطر السابق كانوا 5 سلاسل، دابا صبحوا 4 سلاسل، لذلك في السطر الموالي غادي يصبحوا 3 سلاسل عوض 4 سلاسل. على المجموعات دائما اول عمود واخر عمود ما كنشتغلوش عليهم. اما على المروحات في كل سطر كيتزاد عندنا غرزة عمود في كل ورقة، والتزايد في الورقات دائما كنعملوه في العمود اللي في المنتصف على اول 3 ورقات. في الحالة إذا كان عندنا 2 غرز عمود في المنتصف كنختاروا أول عمود وكنحملوا عليه التزايد. أما على 3 ورقات الأخيرة في الحالة إذا كان عندنا 2 غرز عمود في المنتصف كنختاروا العمود الثاني وكنعملوا عليه التزايد. إذا كتنهيو هذا السطر وكتشتغلوا 3 أسطر أخرى بنفس الخطوات كي شرحت لكم حتى كيتبقى عمود في كل مجموعة. اشتغلت من بعد 3 أسطر كما كتلاحظوا كيصبح في كل ورقة على كل مروحة 6 غرز عمود. اما على المجموعات كيصبح لنا غرزة عمود واحدة كما كتلاحظوا. في نهاية السطر من بعد اخر مروحة في الفراغ كيتبقى عندنا في هذا السطر سلسلة واحدة. من بعد كنغلق السطر بمنزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. باقي لنا 3 أسطر وننهيو الطبقة الأولى. مع بداية السطر الموالي كنعمل منزلقة تالية في السلسلة بين أول مروحة وعمود المجموعة الأولى، منزلقة ثالثة على أول عمود الورقة الأولى للمروحة الأولى. كنرتفع فوقه ب3 سلاسل بمثابة عمود عليه. على العمود الثاني غرزة عمود. في هذا السطر على الورقات عندنا العمود الثالث والعمود الرابع هو للوسط، لذلك كنختار العمود الثالث في أول ورقة كنعمل عليه التزايد وكنشتغل فيه 2 غرز عمود. من بعد على كل عمود كنشتغل غرزة عمود. من بعد الورقة الأولى كنعمل 2 سلاسل. كنمر للورقة الثانية كنعمل فيها نفس الخطوات كامل في الورقة الأولى. دائما أول 3 ورقات على المروحات كنشتغلوهم بنفس الطريقة، وآخر 3 ورقات كذلك بنفس الطريقة في حالة إلا كان عندنا 2 غرز عمود في وسط الورقات. في هذه الحالة عندنا 2 غرز عمود على أول 3 ورقات. كنختاروا العمود الأول اللي هو العمود الثالث وكنعملوا عليه التزايد. آخر 3 ورقات غادي نعملوا التزايد على العمود الرابع. كنعمل 2 سلاسل. كنمر للورقة الرابعة كنشتغل على أول عمود غرزة عمود، على العمود الثاني غرزة عمود، على العمود الثالث غرزة عمود، وعلى العمود الرابع كنعمل عليه التزايد وكنشتغل فيه 2 غرز عمود، لأن في هذه الحالة عندنا 2 غرز عمود في وسط الورقات اللي هو العمود الثالث والعمود الرابع. اشتغلوا الورقة الرابعة والخامسة بنفس الطريقة.
نهيت العمل على اول مروحه كما كتلاحظوا. في هذا السطر كنلغي السلاسل وكنهي المجموعات مباشره على اول عمود اول ورقه المروحه الثانيه غرزه عمود، وغادي تشتغلوا المروحه الثانيه بنفس خطوات المروحه الاولى وجميع مروحات السطر. في هذا السطر كتلغيو السلاسل قبل ومن بعد المروحات وكتنهيو المجموعات. اشتغلت على اخر مروحه، من بعد مباشرة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع كنغلق منزلقة. دابا غادي نشتغلوا السطر ما قبل الأخير، كنرتفع ب4 سلاسل، كناخد لفتين على ثاني عمود الورقة الأولى للمروحة الأولى، كنشتغل عمود غير مكتمل وكنخرج 2 لفات الأولى فقط. على العمود الثالث عمود غير مكتمل. على جميع عواميد الورقة الأولى كنشتغلوا عواميد غير مكتملة، يعني كنبقاو نخرجوا 2 لفات الأولى فقط وكنحتفظوا بالغرز على الكروشي حتى كنشتغلوا على آخر عمود. عندنا 7 غرز عمود في كل ورقة. من بعد كنخرج الغراز، كنخلي 2 غراز كنعاود نخرجهم على هذا الشكل. من بعد كنعمل 7 سلاسل، كناخد لفتين، كنمر للورقه الثانيه كنعمل فيها نفس الشيء، كنشتغل عمود غير مكتمل على اول عمود، على العمود الثاني كذلك، ونشتغل على كل عمود الورقه الثانيه عمود غير مكتمل. عندي في المجموع 7 غرز عمود كنشتغل عليهم 7 غرز عمود غير مكتمله وكنحتفظ بالغرز على الكروشي حتى الاخير. في الاخير كنخرج الغرز، كنخلي 2 غرز وكنعاود نسحبهم على هذا الشكل. كنعاود نعمل 7 سلاسل واستمروا على كل ورقه كتعملوا نفس الشيء حتى كتوصلوا اخر ورقه، يعني الورقه السادسه. اشتغلت على الورقه السادسه كما كتلاحظوا ما كملتش غرزه الكلاستر، خليت اخر 2 غرز على الكروشي وكنمر مباشره الاول ورقه المروحه المواليه وغادي نشتغل فيها. غرزة الكلاستر اللي اشتغلت على الورقة السادسة في المروحة الأولى ما كملتهاش، خليت آخر 2 غرز. كناخد لفتين مباشرة على أول عمود الورقة الأولى للمروحة الثانية، كنشتغل عمود غير مكتمل وكنبقى نشتغل أعمدة غير مكتملة على كل عمود الورقة الأولى حتى كنهيهم. عندي في المجموع 7 غرز عمود كنشتغل عليهم كلهم وكنجمع الغرز على الكروشي. في الاخير كنسحب الغرز وكنخلي 3 غرز كما كتلاحظوا وكنعاود نخرجهم على هذا الشكل. في المروحات الورقه الاخيره واول ورقه المروحه المواليه غادي نعملوا نفس الخطوات كي عملت هنايا، يعني غادي نشتغلوا عادي على الورقات حتى كنوصلوا اخر ورقه في المروحه واول ورقه في المروحه المواليه نعملوا فيها نفس الشيء. نفس القضيه غادي نعملوها كذلك هنايا. ما غادي نعمل دابا 7 سلاسل وكنكمل بنفس الخطوات كي اشتغلت على المروحه الاولى. من بعد ما كنوصل اخر ورقه واول ورقه المروحه المواليه كنعمل فيها نفس الخطوات كي عملت هنايا. وصلت نهايه السطر، اشتغلت على اخر مروحه. من بعد ما اشتغلت على اخر ورقه المروحه الاخيره ما كملتش غرزه الكلاستر كما كتلاحظوا، احتفظت باخر 2 غرز مباشره على اول غرزه كلاستر كنغلق منزلقه على هذا الشكل. دابا غادي نشتغلوا السطر الاخير في اول طبقه، كنرتفع ب2 سلاسل وكنشتغل على 7 غرز عمود الاولى 10 غرزه نصف عمود، واستمروا على كل 7 سلاسل كتشتغلوا 10 غرز نصف عمود. فاش كتوصلوا غرزه كلاستر كتشتغلوا عليها غرزه نصف عمود. انهيت السطر وغلقت بمنزلقه على اول غرزه نصف عمود. كنعمل سلسله واحده، كنجر الخيط كنقصو هذا الخيط كتثبتوه وكتخفيوه خلف الطبقه. من بعد ما اشتغلنا الطبقه الاولى غادي نشتغلوا دابا تحت منها بنفس الغرزه اللي كنا اشتغلنا قبل الطبقه الاولى. غادي نشتغلوا تحت الطبقه الاولى
كنرجعوا لعند بداية السطر وكنبداو العمل تحت الطبقة الأولى. كنقلب الطبقة للخلف على هذا الشكل وكنبدا العمل من عند مكان الارتفاع منين كنا كنبداو السطر في الطبقة الأولى، من المكان فين اشتغلنا أول غرزة كلاستر في الطبقة الأولى. ربما تجيكم هذه الطريقه صعيبه، يعني حتى كتشتغلوا الطبقه عاد كتشتغلوا تحت منها. كاينه طريقه اخرى غادي نوريها لكم من بعد ما نوريكم هذه الطريقه، هي سهله وكنوصيكم بالطريقه الثانيه. غير نظرا مع ضيق الوقت مع التصوير اضطريت نعمل هذه الطريقه، اما الطريقه الثانيه احسن. كنرتفع بثلاث سلاسل مثابه اول عمود على العمود الاول اللي هو الارتفاع، مباشره على ثاني عمود كما كتلاحظوا هذا هو ثاني عمود كنشتغل عليه ثاني عمود، يعني على العمود كنشتغلوا غرزة عمود وعلى 2 سلاسل كنشتغلوا 2 سلاسل. دابا غادي نعمل 2 سلاسل بنفس خطوات كيشتغلنا قبل الطبقة الأولى. مباشرة على العمود الموالي كنعمل غرزة عمود وعلى العمود الثاني غرزة عمود، سلسلة على سلسلة، على العمود الموالي غرزة عمود وعلى العمود الثاني غرزة عمود، 2 سلاسل على 2 سلاسل. مباشرة على العمود الموالي كنشتغل غرزة عمود، هذا هو العمود الموالي كما كتلاحظوا كيكون مدرج بغرزة الكلاستر كنردوا البال، وعلى العمود الثاني غرزة عمود، على السلسلة كنشتغلوا سلسلة وكنمروا للعمود الموالي وكنشتغلوا غرزة عمود. غادي تستمروا في السطر بهاد الخطوات. الا كنتوا غادي تشتغلوا بهاد الطريقه، على العمود كتشتغلوا غرزة عمود من خلف الطبقة الأولى، ردوا بالكم من خلف الطبقة الأولى وفي هذا الاتجاه لتحت. كتشتغلوا على العمود غرزة عمود وعلى السلسلة كتشتغلوا السلسلة وعلى 2 سلاسل كتشتغلوا 2 سلاسل، يعني نفس خطوات السطر اللي اشتغلنا قبل الطبقة الأولى. من بعد ما كتنهيو هذا السطر كترتفعوا بالأسطر بنفس الخطوات، يعني نفس السطر يتكرر حتى كتشتغلوا في المجموع 11 سطر بهذه الغرزة تحت الطبقة الأولى. كل طبقة غادي نشتغلوا تحت منها 11 سطر. الى قلبت الطبقة، هاد السطر اللي اشتغلنا تحت الطبقة كيجي تحت السطر الاول اللي عملنا في الطبقة كما كتلاحظوا. من بعد ما تشتغلوا 11 سطر تحت الطبقة الاولى كتبداو الطبقة الثانية بنفس خطوات الطبقة الاولى. نشتغل تحت الطبقة الاولى ونرجع نوريكم الطريقة الثانية اللي هي انكم كتشتغلوا تحت الطبقات من الاول، عاد كترجعوا وكتعملوا الطبقات فوق الاسطر. من بعد ما بديتوا تشتغلوا بهذه الغرزه انطلاقا من الجزء اللي اشتغلنا بغرزه الشبكه كتشتغلوا حتى كتعملوا الطول المطلوب في الفستان ناقص 8 اسطر، لان الطبقه الاخيره كنشتغلوا تحت منها فقط 3 اسطر. من بعد الطبقه الاولى كنحسب 11 سطر وكنبدا الطبقه الثانيه. كما قلت لكم هاد الغرزه من الاول اشتغلوا تحت الطبقات وعاد هزوا الطبقات من فوق الاسطر بنفس الخطوات كما غادي تشوفوا معايا. دابا غادي نبدا الطبقه الثانيه وكتبداو دائما السطر من بدايه السطر، دائما في الطبقات كتبداو السطر من بدايه السطر. هنايا راه بديت من عند الارتفاع، غادي ندخل الخيط وكنرتفع باربع سلاسل. يعني هذه الطريقه سهل من الطريقه الاولى اللي وريتكم. صراحه اشتغلوا بهذه الطريقه غتجيكم سهله وغير متعبه. كنرتفع باربع سلاسل وكنشتغل اول غرزه كلاستر، كناخذ لفتين على العمود الثاني عمود غير مكتمل، وعلى 2 سلاسل كنشتغل 2 غرز عمود غير مكتمله. من بعد كنمر ل2 غرز عمود المواليه وكنشتغل عليهم 2 عمود غير مكتمل. كنجمع الغرز على الكروشي كنخرجهم، كنخلي 2 غرز كنعاود نخرجهم 9 سلاسل، وتستمروا بنفس الخطوات اللي عملنا في بدايه الطبقه الاولى. كتعملوا الطبقه الثانيه كذلك بنفس خطوات الطبقه الاولى، وباقي الطبقات وعدد الطبقات كيبقى على حساب المقاس اللي كتشتغلوا عليه.
المهم الغرزه اللي كنشتغلوا بها من بعد غرزه الشبكه كتشتغلوا بها حتى كتوصلوا لطول الفستان ناقص 8 الاسطر، لان كما سبق وشرت اخر طبقه كنشتغلوا تحت منها فقط 3 اسطر. من بعد كترجعوا لحتى المنتصف، يعني دوران المنتصف فين كنعملوا الحساب المنطقه علاش كنوضعوا الحساب. كتبداو الطبقه الاولى كتشتغلوها بنفس خطوات كما شفتوا معايا. من بعد كتحسبوا تحت الطبقه الاولى 11 سطر، كتبداو الطبقه الثانيه في السطر 12 وكتشتغلوا الطبقه الثانيه بنفس خطوات الطبقه الاولى، وهكذا حتى كتنهيو الطبقات. النتيجه النهائيه للفستان هي هذه كما كتلاحظوا. الطبقات كنبداوهم من دوران الوسط، يعني من المنطقه فين كنعملوا الحساب. تحت كل طبقه كنعملوا 11 سطر، الا الطبقه الاخيره كنشتغلوا تحت منها فقط 3 اسطر، وعدد الطبقات كيبقى على حساب المقاس اللي كتشتغلوا عليه. كنتمنى الاقتراح هنا الاستحسان ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.